السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بقى بيصحى كل يوم دلوقتي ينافيجيت كده ويكسبلور الطبقة الاجتماعية الجديدة اللي بقى بينتمي لها، لأنها بتتغير مع كل ريفرش. يعني مع كل صباح الخير نفتح لستة السوبر ماركت ونشيل حاجات من الشوبينج ليست للويش ليست، بقت أماني وأحلام، وننزل بسقف الإكسبكتيشنز. ننزل بسقف الإكسبكتيشن. وإن كان ده محبط، فالمشاهد والأخبار اللي هي بتزداد بشاعة مع كل ريفرش برضو. الواحد بقى كل مشهد يقول ما فيش أبشع من كده، المشهد اللي بعده أبشع. فمش إحباط بس بقى، ده إحباط وقهر وعجز وحاجة عتمة كده. في كتاب اسمه The Happiness Advantage، الكتاب ده ما بيتكلمش بقى عن هقول لك بقى سر السعادة والسعي وراء السعادة لا خالص، هو بيتكلم في منظور السعادة كوسيلة مش كغاية. الفكرة إن الدراسات بتقول إن المخ في حالة الإحباط لما بتكون محبط قدرته على التفكير والإبداع بتقل، إنتاجيته بتقل، زاوية رؤيته للأمور بتتقلص. فلو هو في أزمة ما بيعرفش يخرج منها، بل وممكن يأزمها أكتر. المخ بيكون في حالة سلبية، فتسيطر بقى الأفكار بتاعت مفيش فايدة، مفيش في إيدي حاجة أعملها، هي المقاطعة هتعمل إيه يعني، وهي يعني الوجبة اللي أرمط هيجيبها لو ما جابهاش هتحرر الأرض، هو أنا أصلا هعمل فرق ولا أنا أصلا ليا قيمة؟ في حالة السعادة بقى لقوا إن المخ بيفكر بشكل أحسن، بيشتغل بكفاءة أعلى، بيطلع حلول مبتكرة، بيكون قادر يوسع منظوره في تحليل الواقع، بيشوف فرص وسط الأزمات، فيقدر يستغل الظروف لصالحه، هيحل مشاكل وينتج ويعمل فرق، لأن المخ في حالة إيجابية. فتلاقي واحد يطلع من أزمة اقتصادية بحلول تزهزه له حياته كده وتستغل الظروف لصالحه، وتلاقي تطلع أفكار زي مدرسة أونلاين مثلا، المناهج الفلسطيني كلها أونلاين شارحينها مدرسين في فيديوز، علشان يعني في ظل غياب المدارس يبقى في فرصة لاستكمال الدراسة. على الأقل لما تعدي الأزمة بنى المدارس أكيد هياخد وقت، يبقى المنهج موجود ومشروح. أو فكرة زي مبادرة الاستشارات الطبية عن بعد عاملاها هبة راشد في مرسال لأهل غزة والسودان. دي أفكار نقدر نعمل حاجة. طيب نجيب منين بقى السعادة؟ أنا اشتريت، ما أنا اقتنعت، هنعملها إزاي؟ ما احنا الظروف وحشة والجو العام كئيب، أنا هبقى سعيد إزاي؟ شون إيكر بيستفيض في شرح فكرة إنه مش الظروف الحلوة اللي هتجيب السعادة، السعادة اللي هتجيب الظروف الحلوة، مش النجاح اللي بيجيب السعادة، السعادة اللي بتجيب النجاح. أمين، نلاقيها فين السعادة؟ قالك إحنا مش بنلاقيها، إحنا بنعملها. عامل تحدي ل21 يوم، 5 حاجات نعملهم لمدة 21 يوم هنحول المخ عافية ذوق كده لحالة التفكير الإيجابي. أول حاجة هنكتب 3 حاجات we're grateful for، 3 حاجات بنشكر ربنا عليهم. حاجة حصلت لك، حاجة في حياة، ممكن تكون حاجة بعمق الستر والصحة ونعمة الإسلام، وممكن تكون حاجات بتفاهة إنك لقيتي راكنة قدام باب السوبر ماركت، ولا كنت خارجة مع صحابك والخروجة اتلغت. ياه، حاجات بسيطة بس بتفرح. فأي 3 حاجات اللي هيحصل إنه على تاني أسبوع المخ هيبتدي يعطل، مش لاقي حاجة تكتبها، لأنه كل يوم بنكتب 3 حاجات مختلفين عن اليوم اللي قبله، فتلاقي إن الحاجات مش لاقي حاجة تكتبها. فالمخ يبتدي يلاحظ في اليوم تلقائي الحاجات الكويسة اللي بتحصل ويسجلها. ليه؟ عشان عارف إن هو هيتزنق كمان شوية وهيحتاج يكتب حاجة ومش لاقي. بعد ال21 يوم المخ هيكون خلاص اتعود انه يشوف الحاجات الايجابيه اللي بتحصل على مدار اليوم وما ياخدش حاجه فور جرانتد. طبعا مش محتاجين نشرح لو عودنا ولادنا على التمرين ده هيكون اثره عليهم عامل ازاي. يعني كفايه انهم يدركوا قد ايه هم متمرمغين في نعم ربنا، بدل ما هم مش عاجبهم حاجه. ده يا جدع في عز الخروجه تلاقي اللي انا زهقان، ايه القرف ده، زهقان احنا في الباي، زهقان في الباي. المهم الحاجة التانية act of kindness، كل يوم هتمسك الكونتاكت ليست بتاعتك وتختار حد تبعت له رسالة، أي حد بقى، ممكن تكون عمتك اللي مسافرة البرازيل، صاحبك من أيام المدرسة اللي بقالك كتير ما كلمتوش، الست اللي بتساعدك في البيت. هتختار حد وتبعت له رسالة شكر وامتنان. جيتي على بالي فقلت امسي عليكي، افتكرتك وافتكرت الموقف والجدعنه، ولما داريت عليا لما ابويا صاحبي عامل ايه، والله يا ام هيثم حبيت اقول لك ان دخلتك عليا بتهون عليا هموم الدنيا، الهي يا رب يبارك في صحتك ويخليكي ليا يا رب. اللي جرب الموضوع ده هيقول لك انه بيسيب افتر تيست سعاده كده في العميق منه. يعني اللي باعت الرساله بيحس بسعاده اكتر من اللي بيتلقى الرساله. حاجه كده ايه، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. وطبعا بشوف انها فكره نميسه ان احنا ناخد فيها نيه ادخال سرور او صله رحم او كده. تالت حاجه الاكسرسايز او التريض، اي هوب هوب ان شاء الله 10 دقائق في اليوم، تنط الحبل بقى، تركن العربيه بعيد عن المكان اللي انت رايحه وتتمشى 10 دقائق، اي حاجه تحرك العظمتين.
طبعا انا وانتوا عارفين ان محدش ما بيتريضش علشان مستني حد يقنعه بفايدة التريض، بس نقول فايدة التريض عشان محدش يقول حاجة. التمرين البدني بيحفز افراز هرمون الدوبامين والسيروتونين، فتحس ان انت رايق ومزاجك حلو حتى لو الدنيا عاملة معاك الغلط، لانه الهرمون اتفرز فانت سعيد امر واقع. الجديد بالنسبة لي انه مفيد جدا للناس اللي عندهم انكزايتي او قلق مرضي يعني، والناس اللي بتجيلها بانيك اتاكس، فانا دي معلومه ما كنتش اعرف. رابع حاجه المديتيشن او التامل، تفصل عن الواقع بهمومه بمشاغله وتقعد كده تفكر في اللاشيء ان شاء الله دقيقتين في اليوم. اهي دي بقى احنا ان شاء الله كلنا بنعملها يعني، او بنعمل في تقدير اللجنه عاملها اننا بنصلي، فكده كده بنفصل عن الواقع بهمومه بمشاغله، بس مش بنفكر بقى في اللاشيء، احنا بنفكر ونتواصل مع اللي في ايده كل شيء. احنا طبعا مش بنصلي عشان نمديتيت، لا احنا بنصلي عشان ربنا امرنا نصلي، فاحنا بنصلي طاعه، بس اللي اقصده ان السلام النفسي اللي بيجي مع المديتيشن ده بيجي مع الصلاه سايد افكت لو بنصلي بتركيز طبعا. خامس حاجه بقى الجورنالينج، كل يوم قبل ما تنام تكتب حاجه حلوه حصلت لك او حاجه فرحتك حصلت في اخر 24 ساعه. اللي بيحصل انه لما بتكتبها بتسترجع الموقف وبتعيش نفس المشاعر اللي عشتها، والموقف ده بيحصل كأنك بتعيشه تاني. بس كده. نطبع بقى كالندر او روزنامة، ماشي، ونعلقها على التلاجة، وكل يوم نعمل فيه ال5 حاجات دي، نعلم عليه عشان نبقى شايفين كده الاتشيفمنت قدام. ويا سلام بقى لو نطبع روزنامة تانية لحد حبيبنا او لناس مجموعة، ونعمل جروب نشجع بعض كده ونفكر بعض، تبقى عسل قوي. ويا ريت اللي يعمل التحدي ده ويكمل ال 21 يوم يكتب لنا تجربته في الكومنتس ويقول لنا حس بفرق ولا بلح. وجب التذكير تاني ان احنا مش بنعمل كده عشان السعادة غايتنا وكأننا جايين الدنيا عشان نبحث عن السعادة، احنا بنحاول نبقى سعداء كوسيلة عشان نعرف ناخد اكشن ونقوم بأدوارنا ونحسن أوضاعنا، لأنه محدش هيعرف يعمل حاجة وهو محبط. أو حاجة مهمة جدا، لما نحس بمشاعر الإحباط أو الحزن ما ننكرهاش وما نهربش منها وكأنه مش المفروض نحسها وإن المشاعر دي غلط وإنه كده أنا ما نجحتش في اللي أنا بحاول أعمله. لأ، نحسها ونحترمها بس ما نستسلم لهاش، نديها وقتها ونتخطاها ونكمل. good luck.